سألتوني كتير باجيب علب التغليف بتاعتي منين، وإيه المقاسات اللي أنتم تجيبوها تشتغلوا بيها أكتر حاجة، بيرجع على حسب شغلِك أنتِ، عشان بس بنات سألتني طب أنا لو هاجيب علب أجيب مقاسات إيه تشتغل معايا، على حسب شغلِك أنتِ، أنا أكتر حاجة مثلًا بتخرج عندي الميني، فباجيب عندي أكتر حاجة مقاس 20، أنا باتكلم بالنسبة للكرتونة مقاس 20. باجيب القاعدة عندي مقاس 20 وباجيب الكرتونة برضه مقاس 20. بالنسبة للعلب أنا باجيبها منين؟ أنا باجيبها من نورا بوكس موجودة على الفيسبوك، بتخرّج شغل أونلاين، أنتِ بتدخلي تعملي الorder بتاعِك وهي بتبعت لِك الفاتورة وتبعت لِك الorder لحد عندِك بالشحن. زي ما أنتم شايفين ده مقاس 20، أنا باجيب أكتر كمية فيه، لإن ده بصراحة أكتر حاجة بتطلب عندي، فبيرجع على حسب شغلِك أنتِ. طيب بالنسبة لمقاس 20 ده ممكن يشيل معاكِ قد إيه؟ ممكن يشيل معاكِ من أول مقاس 12 لحد مقاس 14، بتكون حلوة جدًا، لإن القاعدة بتاعتها بتبقى مقاس 20 فحلوة جدًا بتشيل معاكِ المقاسين. أنا باجيبها بصراحة باخرّج فيها ده أو ده، على حسب الdesign لو هو مش عالي باخرّج فيه مقاس 20. طيب بالنسبة للمقاس اللي بعد كده، ده مقاس 22 أنا جايباه مؤخرًا من عند نورا، كنت جِبته قبل كده في order، جِبت منه كمية لقيته اشتغل معايا حلو جدًا، فبقيت أشغّل فيه مقاس 14 للارتفاع العالي، وبيمشي معايا برضه مقاس 16 لو أنا هاعمل تورتة بسيطة ما فيهاش تفاصيل أو كتابة على القاعدة بتاعتها. طيب بالنسبة للمقاس اللي أنا جِبته ده، ده مقاس 22، باجيب له برضه قاعدة مقاس 22 وباخرّج فيه مقاس 14 وأحيانًا باخرّج فيه مقاس 16، وبعد كده باجيب مقاس شغّال برضه معايا على طول، بس أنا هنا ما طلّعتوش لإن أنا كنت هنا باطلّع اللي أنا هاستخدمه على طول دلوقتي في التغليف. باجيب برضه مقاس 25 من عند نورا، بيكون صعب إن أنتِ تجيبي له قاعدة مدوّرة مقاس 25 لإن بيكون العدد بتاعها أو المقاسات بتاعتها ميجوز يعني يا 24 يا 26، بس أنا بصراحة باحب إن أنا أستخدم القاعدة نفس مقاس الكرتونة، عشان ما يحصلش معايا أي مشكلة في النقل. طيب أنا باجيب إيه، أنا باجيب مقاس 26 وباقول لكم بتكون مزنوقة حاجة بسيطة وما بتسببليش أي قلق، لإن بتبقى بابقى الorder خارج من عندي وأنا متطمنة، مزنوق في قلب الكرتونة بتاعته وما فيش أي مشكلة. بُصّوا هنا أنا اشتغلت هنا على مقاس 12 وباوريكم الإسكرابرات، ده إسكرابر بلاستيك ده بييجي كده معاه 3 قطع، كان سعره حوالي 35 ساعة لمّا جِبته، أنا مش عارفة دلوقتي هو عامل كام عشان بس ما أقولش سعر وتروحوا تلاقوه بسعر تاني. ده حلو جدًا لأي واحدة بتعمل شغل من البيت، لأولادها مش هتطلّعوا شغل، لكن أنتِ لو هتطلّعي شغل وعندِك مشروع، يبقى يُفضّل إن أنتِ تجيبي الstainless ده، خامته حلوة وعملي وارتفاعه عالي عشان لمّا تعملي أوردرات عالية هينفع معاكِ في كذا حاجة بعد كده قدّام. زي ما أنتم شايفين القاعدة بتاعتي مقاس 20 والكيكة بتاعتي مقاس 12 وأنا باخرّج الارتفاع عندي عالي زي ما أنتم شايفينه كده، وفي نفس الوقت برضه الكيكة ما شاء الله عندي سمكها حلو جدًا، لإن أنا باشوف على السوشيال ميديا الناس اللي بتخرّج مقاس 12 بتخرّج مقاس مني خالص، فعشان كده لمّا تيجوا تشوفوا الأسعار وتبصوا على أسعار دي أو دي، بصوا الأول الحجم عامل إزاي، ما تجيش واحدة تقول لِك أنا باخرّج مقاس 12 وتيجي تتفاجئي إن مقاس 12 عندها mini خالص ما يكفّيش أصلًا فردين، وتلاقي واحدة تانية بتخرّج مقاس 12 ما شاء الله يخرّج معاكِ 4 أفراد، يعني يكفّي معاكِ 4 أفراد. فلازم أنتِ وأنتِ بتتعاملي مع العميلة لازم تعرفيها الصورة بتاعتِك قد إيه، ويُفضّل كمان لو أنتِ في client متصوّرة بيها، يُفضّل إن أنتِ تبعتي لها الصورة عشان بيبان نسبة وتناسب بتاعة الكيك، بيبقى أفضل بكتير عمّا أنتِ بتصوّريها لها وهي مثلًا محطوطة عندِك على الترابيزة. لإن في التصوير الحاجة ما بتبانش، يعني ممكن تبقى التورتة mini وصغيّرة تبان في التصوير حاجة كبيرة، ممكن تبقى صغيّرة وتبان ممكن تبقى كبيرة وتبان إن هي صغيّرة. بُصّوا الكتابة هنا أنا بقى باكتب بحاجة مختلفة تمامًا عن اللي كنت باكتب بيها قبل كده، وعايزة أقول لكم تحفة جدًا، وأنا من ساعة ما عرفتها ما ندمتش. أنا باكتب هنا بمربة الحليب وحاطة عليها لون أسود جل، وزي ما أنتم شايفين معايا الدرجة بتاعة الأسود طالعة معايا بتلمع وجميلة جدًا، أحسن بقى من الكريمة عشان الكريمة بعد كده هتسيل معاكِ اللون الغامق، فيُفضّل إن أنتِ لو هتشتغلي على ألوان غامقة ما تشتغليش بالكريمة، لإن هتسيل بعد كده معاكِ. تقدري إن أنتِ تجيبي مربة الحليب تمشي معاكِ حلوة جدًا في اللون الأسود، واللون الجولد برضه، والألوان اللي هي المخملية الغامقة تمشي معاكِ كتير جدًا.
وأنا هنا مش مسرّعة الفيديو عشان تشوفي التفاصيل بتاعة القلب إحنا بنعملها إزاي، سهلة جدًا وبسيطة ما فيهاش أي شغل خالص. بالنسبة للكتابة يا رب تكوني بس شُفتِ الكتابة سهلة جدًا برضه وبسيطة، وأنتِ لو إيديكِ مش واخدة على الكتابة يُفضّل قبل ما تكتبي على الكيك تكتبي على حاجة برّه الكيك مثلًا على scrubber أو على spatula أو على قاعدة حتى فاضية تدرّبي إيديكِ على شكل الخط اللي أنتِ هتكتبي بيه. وبعد كده خلاص لقيتِ نفسِك متمكنة تكتبي على الكيك، ويُفضّل برضه لو أنتِ مبتدئة تخلّي بالِك من موضوع الكتابة عشان هي دي أكتر حاجة هتظهر الشغل. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده هاستنى رأيكم تحت في التعليقات، أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.